الله يعطيكم العافية، وشكرا لكل من عزانا، شكرا لكل من دعا العزيز. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. سبب وفاة عزيز الله يرحمه ما كان في شيء نهائيا. أزمة قلبية الله يرحمه، وقف قلبه وتوفى الله يرحمه. طبعا القصة أن عزيز ما في شيء أبدا، عشان ما يكون في تأليف من الإعلام. عزيز ما كان في شيء نهائيا. 5 الصبح تقريبا قال يا يزن روشني. استغربت أنا، قلت لا يا عزيز تروش، برد عليك وتمرض. قال لا أمانة تروشني. أنا يعني خفت، استغربت، أول مرة يطلب طلب يتروش الساعة 5 الصبح. الله يرحمه روش ولبسناه ونشفناه. نام، قام الظهر، قمنا ما قام الله يرحمه، متوفي. ودينا المستشفى وسوى له انعاش، الله يرحمه متوفي. أنا حسيت يعني خلاص ودعنا لأنه قال يزن سامحني وتروش بهالوقت ويقرأ أذكاره، يقول يا رب يا رب سامحني، يا رب اشفيني. ما أبي أقول إلا الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة. طبعا عزيز الله يرحمه يعني قبل فترة قال لي يا يزن إذا مت لا سمح الله أبيك تدفني عند أهلي. قلت له يا عزيز لا يا رجل، أنت إن شاء الله عمرك أطول من عمرنا. صار يضحك. بإذن الله ما يجفانا لا نوم ولا غيره، لين إن شاء الله نوصل عند أهله وندفن عند أهله، والله يصبر أهله ويصبرنا ويصبر المتابعين. ادعوا له بالرحمة يا جماعة الخير وسامحوه. فأتمنى يا جماعة الخير أي كلام من الإعلام لا أحد يصدقه. عزيز توفى وعمره 23 سنة مو 27. حبيت أوضح لكم حالة الوفاة عشان المتابعين يعرفوا لهم حق يعرفوا.